والله بغيت نسد القسم باش نمشي للبيت ديالي باش ما يرجعش شي واحد ويلقاني هنايا نسمع الخطوات ديال شي واحد جاي لي. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. المهم قررت انني نغير لكم شويه من الكونسيبت ديال القناه، داكشي علاش قررت انني ندير لكم هذا الفيديو. هذا عباره عن قصه نتمنى تعجبكم، والقصه هذه عاودها لي واحد من الاصدقاء ديالي في الانستغرام، داكشي علاش قررت نعاودها لكم في هذا الفيديو. هذا متبخلوش علينا باللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم وكتحفزونا، وقولوا لنا واش عجبكم هذا الشيء، واش باش نكملوا فيه ولا لا في التعليق لتحت. بداو القصه ديالنا. سميتي محسن، عمري 26 سنه، خدام اساس في واحد الليسي. انا ماشي جديد بزاف في هذا الليسي هذا، يلا غنكون خدام شي 2 سيمانات هنايا ولا 3، مهم ما كاملاش الشهر. في الصباح كنكون اساس حتى الباب، وفي الليل كنمشي للبويت ديالي اللي كاين في المؤسسه نيت، تماك فين كنريح، تماك فين كناكل، تماك فين كندير كلشي. لحد الان كلشي مزيان، ولكن الغريب في الامر انا كاين تماك واحد القسم، وداك القسم مهجور من شحال هادي، يعني ما عمرني شفت شي واحد من التلاميذ تخليه ولا شي واحد من الاساتذه، وكينتشروا عليه شي شائعات غراب ديال بصح. انا فاش يلاه جيت لهاد المخدمه هادي قال لي المدير ما تقربش لديك البلاصه، حيت ديك البلاصه خاصه به هو، حيت بعض المرات في الليل كنشوفو كيدخل ليها، وما عمرني زعما قربت لديك البلاصه انايا، حيت ما باغيش نخسر الخدمه ديالي. حتى لواحد المره غادي نسمع واحد الصداع في داك البلاصه نيت، جريت سحب لي واش الشفار، خديت البيل ديالي وخرجت من الباب ديال البويت. باش وصلت لتماك ما لقيتو غير المدير، ما عرفتش شنو كيدير في داك القسم، ولكن فاش شافني خنزر فيا ديال بصح. قال لي شنو كدير هنا، شنو كدير هنا، علاش جيتي لهنا، قلت لك ما تبقاش تجي لهنا. قلت ليه راه يسحب لي غا واش شفار يسرق في هذا الليل هذا. قال لي اخر مره نشوفك قربتي لهاد المنطقه ديالي، هاد المنطقه ديالي وما تبقاش تقرب ليها. حضرت الراس ديالي ورجعت للبويت ديالي. زو ايام وايام، وفي نفس الوقت عاوتاني واحد الليل كنسمع شي غوتات مزيان من ديك البلاصه، ولكن هاد المره هادي هذا الجاد اللي هو كبير ديال بصح. انا واحد الانسان اللي فضولي شويه مشيت قربت كنتسلل لديك البلاصه، مدير بحال الا شك بيا، خبيت في واحد القسم. فاش رجعت بيت نطفل عليه حيت انا الفضول ديالي واكلني ديال بصح. حليت الباب بواحد شويه، بان ليا المدير في داخل داك القسم. الغريب في الامر كيدير شي طقوس غريبه ديال بصح. شنو ندير؟ نمشي دابا البيت ديالي قبل ما يشوفني حتى شي نهار فاش ما يكونش، ونمشي نكتشف ديك البلاصه. رجعت للبيت ديالي، فقت في الصباح بحال ما طرا والو، تلاقيت المدير سلمت عليه، درت بحال ما كاين والو. انا هاد الليله هادي نهاوي نمشي لديك البلاصه نشوف شنو فيها. مشاو التلامذ لديورهم، كلشي مشى لدارو، خوات الدعوه ديال بصح. ولت العشاء، صليت العشاء، تعشيت حتى 3 ديال الصباح. 3 ديال الصباح وانا نرجع لديك البلاصه. فرحت بزاف حيت ما لقيتش تماك داك المدير، حيت غادي نكتشف ديك البلاصه على خاطري. بان لي القسم مسدود عليا الدم ديال بصح، وما عرفتش شنو ندير. كاساس لديك المؤسسه عندي كاع السوالف ديال الاقسام، الا داك القسم محروم على اي واحد باش يدخل ليه. بديت كنقلب على شي طريقه ندخل ليها، فاش اشنو كيبان ليا الشرجم حلول، ماشي محلول 100%، ولكن محلول شويه، يعني غتدفى بحال هكا غادي تحلو وغادي تدخل. فاش دخلت للقسم بان ليا القسم واحد العالم واحد اخر، رموز غراب مرسومين تما، لقيت تماك بزاف ديال البقايا ديال الحيوانات ميتين، جفنايضه تماك حاشاكم الاخوان. المهم استغربت من هادشي، قلت شنو هادشي هذا اللي كاين في هذا القسم هذا. يلا بغيت نسد القسم باش نمشي للبيت ديالي باش ما يرجعش شي واحد ويلقاني هنايا نسمع الخطوات ديال شي واحد جاي لي.